بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الختم. حبايب قلبي ما تنسونيش في الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وشاهدوا الفيديو للآخر. النهارده هعمل معاكم يا حبايبي السمك اللي هو سمك القرامية. أنا منضفاه وغسلاه وكنت نقعاه في ليمون وخل ودقيق وسبته شوية اكتر لما زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. هقليه بقى بتحطيه في الدقيق وبتحمريه وبعد كده بنعمله في الصلصة. هحمره يا حبايبي معاكم، هحط اول دور وبعد كده افصل لما اخلص وارجع معاكم تاني. ونولع على الزيتون يا حبايبي وهطبخ رز ابيض واعمل بطاطس وبيض لان عندنا جزء ما بيحبش سمك القرامية. شاهدوا الفيديو للاخر يا حبايبي، ربنا يسعد قلوبكم يا رب عشان اكبر بكم باذن الله واحقق شروط الريت. الدقيق ده يا حبايبي حاطه فيه كمون وملح ونطرة بابريكا صغير. هو طريقته سهلة يا حبايبي وبسيطة، بتحط فيه بتقلي زي أي سمك، بتركبي الدقيق وبتحمريه وبعد كده بقى نعمل له الصلصة مع بعض. أنا بعملها بطم يا حبايبي، بحمر فصين توم للصلصة وبعد كده بحط الطماطم والبهارات وأقوم مخرطة عليها بصلة خرط ناعم وأسيبها أما تتسبك خالص، بقوم رصة فيها القراميط ومدخلاها في الفرن تتحمر. ورجعت معاكم يا حبايبي كده قلنا القراميط اهي زي ما انتوا شايفين، واعمل الصلصه بتاعتهم بقى وبحمر بطاطس زي ما قلت لكم اللي ما هو شايف القراميط، وبعمل صلصه السمك بطم يا حبايبي. معلش يا حبايبي لو مانيش عارفه اتكلم، لان الحمد لله وقع من 15 رمضان على وشه ولسه وشه بلاء، لسه كاشفه تاني النهارده يا حبايبي. ما صورتش معاكم امبارح لاني كنت تعبانه والله، ولسه كاشفه النهارده كاشفه تاني. لما قلت لكم كشفت في دمياط وجبت ووريتكم العلاج اللي اتكتب لي، زود وش خلى التعب اللي في وشي زاد، فرحت كشفت خصوص النهارده. انا كشفه في الجلديه اللي هي بتاع دمياط، فرحت النهارده كشفت خصوصي بقى، كتب لي مضاد ضحيه وقال لي لازم كنت تاخدي مضاد ضحيه ومن يوم. كتب له مضاد ضحيه وكتب له مرهم وكتب لي بتاع زي ده زي سقسقه كده في ازازه بل قطمه واحطها على وشي. كده حمرنا الطم يا حبايبي ونحط الطماطم. ونحط يا حبايبي فلفل وكمون وبابريكا بس. يبقى نحط فلفل وكمون وبابريكا بس يا حبايبي وملح. ونخرط على البصلة دي ناعم.
بس يا حبايبي هنغطي عليها بقى ما تتسبك خالص، وأما أجي أرص عليها السمك هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي كده التسبيكة بتاعتهم اتسبكت اهي، رصهم بقى. أنا غسلة ايدي يا حبايبي عشان محدش يقرف. لازم نحطهم يقلبوا شوية في الصلصة عشان يشربوا منها. بتسيبوهم في الصلصة يا حبايبي قيمة 10 دقايق، ما تزوديش عن كده. ولو قراميط صغيرة زي ده تسيبها 5 دقايق بس. بغطي عليها وبسيبها 5 دقايق، وبعد كده هحمرهم في الفرن. وأما احمرهم هرجع معاكم بقى مخلص الأكل يا حبايبي. ورجعت معاكم يا حبايبي كده القراميطة زي ما انتوا شايفينها، ندخلها الفرن بس تاخد وش من فوق. اللي هيعملهم يا حبايبي مني، لان انا ممنوعه اقعد قصاد النار بوش، فهيحمرهم يا حبايبي. وما يحمروا هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي كده القراميطة زي ما وريتها لكم حمرناها في الفرن. وعملت يا حبايبي بطاطس للي مش واكل قراميط ولسه هبعت اجيب بره اعمل لهم بربر. وطبخنا الرز. وده اكلنا النهارده يا حبايبي، فضل ونعمه من عند ربنا. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وشاهدوا الفيديو للاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.